مش ده سوريا روحت؟ يمكن رجعت تجيب حاجة؟ رجاء حبيبتي، مش كنت تقولي لي انك جايه عشان اجيبك من المطار؟ ما حبيتش اتعبك يا زوزو. وبعدين يعني ما هي السفرية كلها جت مفاجأة. ليه؟ ايه اللي حصل؟ المحامي كلمني، قال لي ان هيثم رافع قضية عشان ياخد حضانة سيف. مسعود باشا. يا حبيبي، عامل ايه يا استاذ احمد؟ اهلا بحضرتك، ازاي حضرتك عامل ايه؟ انا كله تمام. بقول لك عندي ليك فكره فقره تحفه. ده احنا نمشي فريق الاعداد كله عشان خاطر عيونك. لا، ما انا كلمتهم قبل ما اكلمك وفهمتهم هيعملوا ايه كويس. طب وايه المطلوب مني يا باشا؟ انا عايزك تتكلم عن مدرسه فاطمه اسماعيل. اه، عايزك تتكلم عن التجربه دي ان هي عظيمه، فريده من نوعها، مثال يحتذى بيه كده يعني. هو حضرتك شريك فيها ولا ايه؟ حاجه زي كده. المهم يعني انا عايزك تسلط الضوء قوي على المدرسه دي، عايز كل الناس تتكلم عنها. انا عايز البلد كلها تركز مع مدرسه فاطمه اسماعيل. من عينيا. يا سلام، حضرتك تؤمر. اتفضل يا باشا، اتفضل. سلام. هنعمل ايه المره دي كمان يا فالحه؟ عادي يعني يا بابي، زي ما عملنا المرة اللي فاتت. أكيد مش هنقول لرجاء حاجة. ايه؟ مش هنقول لرجاء حاجة. انا سائل بقى كل شويه هكذب على مامي. سيف عنده حق، احنا لازم نقول لها واللي يحصل يحصل. يا بابي قلت لك 100 مرة، رجاء لو عرفت الموضوع مش هيعدي على خير، والله العظيم هتعمل لنا مصيبة. ما هي مسرح هتعرف. بس ساعتها على الأقل هكون عملت حسابي. أنا كل اللي أنا عايزاه شوية وقت، تكون بس المدرسة أثبتت نجاحها. أنا نفسي بس تسمعوا كلامي المرة دي. يا بابي هو أنت مش وثقت فيا المرة اللي فاتت وعدت على خير؟ ثق فيا بقى المرة دي. شويه وقت، شويه ماشي. شويه وقت. عملتي إيه عند المحامي؟ مش قال لي ان هيثم رافع قضية وما عندوش تفاصيل اكتر من كده. طب ما كنت كلمتي حسام خدتي رأيه؟ حسام مين ده اللي كلمه؟ يا بنتي ده انا بفهم في القانون اكتر منه. الموضوع بقى ملفت جدا للانتباه. زي ما اتكلمنا قبل كده، الاسبوع ده هو بدايه العام الدراسي. الاف الطلبه والبيوت بيكونوا في حاله استعداد قصوى. دي حاجه بتحصل كل سنه عادي، ولكن الجديد المره دي في تجربه فريده من نوعها. مدرسه جديده فتحت ولكن غير بقيه المدارس، فكر مختلف واهداف مختلفه. المدرسه دي مدرسه فاطمه اسماعيل. في ايه؟ هو انتوا مالكم؟ لا 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 لا، انا ما بحبش الراجل ده خالص، دمه تقيل جدا. بعدين انا شايفه ان احنا نقعد مع بعض ألذ يعني. ايه يا بابي، اخبار يومك ايه؟ زي الفل، قاعد جنب البنات الحلوين اهو. تجربة مدرسة فاطمة إسماعيل أكيد هتبان مع الوقت هي هتنجح ولا لأ، ولكن المهم إن إحنا عايزين نحيي القائمين على هذه المدرسة على فكرهم المختلف. أكيد حصل تخبط ومشاكل في الأول، في بعض أولياء الأمور اشتكوا من بعض الحاجات، ولكن ده العادي. دي حاجة جديدة بتفتح، وأكيد مع الوقت هذه المشاكل هتختفي. خلينا نعمل مداخله مع مدير مدرسه فاطمه اسماعيل السيد القبطان عز الدين شركس. مساء الخير يا فندم، احكي لنا بقى عن التجربة وعن أهداف المدرسة. الهدف من المدرسه بلا شك هو تقديم تعليم جيد للطلبه مقابل سعر مناسب وغير مبالغ فيه. السطر اللي بقوله لحضرتك ده يبدو يبدو انه سهل المنال، لكن المشكله ان اغلب المدارس الخاصه او الانترناشونال في مصر اسعارها اصبحت مبالغ فيها خالص. بشكل مش منطقي. بيحاولوا يكسبوا من كل حاجة وأي حاجة، من أول باص المدرسة، اليونيفورم، الرحلات. الحفلات، وكأن المدارس اصبحت مشروع استثماري بحت. فاحنا بقى جايين نقدم نموذج لتعليم جيد بمقابل معقول. نفسنا بقى نطلع اولادنا اسوياء يتعلموا بجد، مش مجرد حفظوا شويه كلام عشان الامتحان. ده حضرتك شيء عظيم جدا، بس اسمح لي بقى حضرتك ممكن تشرح لنا
اليات الموضوع ده على ارض الواقع عامله ازاي. زوزو يلا حبيبي العشاء جاهز. ايوه يا روجي، حاضر انا جاي حاضر. على العموم يا فندم، انا هسيب حضرتك تكمل مع صديقي وشريكي موجه التاريخ الاستاذ عصمت عجينه. هو رقمه 012 89 59. لا 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 يا فندم، لا ما بنقولش رقم على الهوا. معلش عشان استاذ عجينه كده هيتعجن بجد. لا خلي الكنترول هيتصل بالاستاذ عجينه دلوقتي، هنعرف منه كل حاجه. مع السلامه. الو، السلام عليكم. لا هو انا كنت عايز بس اقول حاجه. هو احنا كعيله يعني مش جداد على التربيه والتعليم، ابا عن جد عن جد. حتى المدام الاستاذه هناء برضو موظفه في التربيه والتعليم. احسن حاجه في الدنيا ان يكون في ناس عارفه هي بتعمل ايه وعندها خبره في المجال طبعا. طب ثانيه واحده ثانيه واحده، في حد عايز يكلم حضرتك. اتفضل. الو، مساء الخير. مساء الخير مع حضرتك فيروز عصمت عجينه. انا صاحبه فكره المدرسه، وعايزه اقول لحضرتك انه مدرستنا مختلفه جدا. يعني احنا اخر حاجه بتهمنا هي الفلوس. يعني احنا مثلا عندنا اولياء امور كتير جدا لسه ما دفعوش الاقساط لحد دلوقتي، ومع ذلك احنا سايبينهم عادي يعني. ده يعني والله حضرتك ده حاجه نبيله جدا من حضرتك، واحب احييكي فعلا من كل قلبي. معانا مداخله مع الاستاذه دلال شركس، احد مؤسسين مدرسه فاطمه اسماعيل. استاذه دلال اتفضلي. هاي يا احمد. اهلا بيك يا فندم. طبعا يعني في بعض المشاهدين فاكرين سوء التفاهم اللي حصل مع الاستاذه دلال، ولكن احنا مش حابين نروح للموضوع ده دلوقتي يعني. ومكالمتها النهارده اكبر دليل واحسن رد على اي حد بيقولوا ان احنا بنفبرك ترند. انا بس كان في حاجه عايزه اوضحها، ان انا صاحبه فكره المدرسه مش حد تاني. وفي تفصيله بس بسيطه كده احب ان انا اقولها، ان انا مدرستي هتبقى اهم مدرسه في مصر، وهتكون عبره لكل المدارس. اصلا حضرتك قصدك قدوه. قدوه. ايوه قدوه، وبكره هثبت. على العموم بكره فعلا الايام هتثبت نجاح التجربه من عدم. يعني ان شاء الله يعني المكالمه الجايه لما نيجي نتكلم في التليفون نتكلم على قد ايه مدرسه فاطمه اسماعيل فعلا عرفت تعمل شويه تغييرات في منظومه التعليم. اعزائي المشاهدين احنا هنطلع فاصل وهنرجع تاني على طول. تشربي ايه؟ لا يا طنط ميرسي، ولا اي حاجه. انا بس حابه اتكلم مع حضرتك. خير في ايه؟ بصي يا طنط، انا يعني كنت حابه يعني ان اللي حصل بيني وبين ادهم ما يكونش ليه اي تاثير على حضرتك يعني وعلاقتك ببابي. ومفيش اي علاقه بيني وبين بابي عشان تتاثر. مع ان يعني مش ده اللي هو موصلهولي، بس عموما لو في اي حاجه اتمنى ما بقاش انا السبب، واعتقد ان ده هيبقى راي ادهم كمان. يعني انت متاكده ان وجودي مش هيضايقك؟ اكيد لا، انا اي حاجه تبسط بابي تبسطني انا كمان. وبعدين يعني حضرتك مالكيش ذنب.